القهوة اللي بتشربيها كل يوم عشان تصحيكي ممكن تكون بتزود تركيزك أو بتأثر على هرموناتك وفرص الحمل من غير ما تحسي. خليني أقولك الحقيقة من غير لف ودوران، القهوة مش وحشة ومش مفيدة 100%، هي ببساطة سلاح ذو حدين. كل حاجة فيها بتعتمد على ازاي وكمية قد ايه. القهوة فيها مادة اسمها الكافيين، أول ما تدخل جسمك بتمنع مادة اسمها الأدينوسين، ودي المسؤولة عن الإحساس بالنعس. فاللي بيحصل المخ بيتخدع ويفتكر انك مش تعبانة فتحسي بطاقة وتركيز اعلى، لكن ده تأثير مؤقت مش طاقة حقيقية. لو استخدمتي القهوة صح ممكن تفيدك جدا، تزود التركيز والانتباه وتحسن المزاج بشكل مؤقت، وتساعدك تذاكري او تشتغلي بكفاءة اعلى. وبعض الدراسات بتربطها بتحسين الحرق. لكن هنا الجزء اللي ناس كتير بتتجاهله، الافراط في القهوة ممكن يعمل توتر وعصبية وخفقان في القلب وأرق ومشاكل في النوم وصداع لما تبطليها فجأة. يعني ببساطة جسمك بيتحول من نشاط لاستنزاف. القهوة مش بتسبب عقم بشكل مباشر، لكن الإفراط في الكافيين ممكن يرفع هرمون التوتر الكورتيزول ويأثر بشكل غير مباشر على التبويض، ويقلل فرص الحمل عند بعض البنات، خصوصا لو نومك مش منتظم أو عندك ضغط نفسي. ولو انت حامل أو بتفكري في الحمل ركزي كويس. الكافيين بيمر للجنين عن طريق المشيمة، وجسم الجنين ما يعرفش يتعامل معاه زيك، ولو زاد عن الحد ممكن يزيد خطر الإجهاض خصوصا في أول الحمل، وممكن يقلل وزن الجنين عند الولادة. عشان كده الأطباء بينصحوا ما يزيدش عن 200 مللي جرام كافيين يوميا، يعني تقريبا فنجان قهوة واحد بس. وأخطر غلطات ناس كتير بتعملها، بتشرب قهوة على معدة فاضية وأكتر من 3 ل4 فناجين في اليوم، قهوة قبل النوم والاعتماد عليها بدل النوم، وساعتها القهوة بتبقى سبب التعب مش علاجه. العلم بيقول الشخص الطبيعي من 200 ل 400 مللي جرام كافيين يوميا، والحامل حد أقصى 200 مللي جرام، يعني 1 ل2 فنجان قهوة في اليوم كفاية جدا. الخلاصة القهوة مش عدوك لكن مش بريئة، لو استخدمتيها بوعي هتفيدك، ولو زودتيها ممكن تأثر على نومك وأعصابك وهرموناتك وحتى فرص الحمل. الموضوع كله في السيطرة مش في المنع. قوليلي بصراحة، بتشربي كام فنجان قهوة في اليوم؟ وحسيتي قبل كده انها أثرت على نومك أو نفسيتك؟ ولو الفيديو فادك اعملي لايك واكتبي رأيك في الكومنت، واشتركي عشان يوصلك كل جديد.